الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، مرحبا بكم في هذه الومضة الجديدة. في كل عيد أضحى نرى ونشاهد احتفالات ومهرجانات بارتداء جلود الماعز، أو ما يسمى في التراث الشعبي بالمون أو بجلود. هذه الطقوس يرى كثير من الباحثين الأنثروبولوجيين أنها ترجع إلى ما قبل الإسلام، وإلى أصول يهودية أو مجوسية أو فرعونية. ولا شك عند كل ذي ذوق رفيع أن مثل هذه الأفعال تخالف الآداب المرعية في مثل هذه الأعياد، خصوصا ما يتعلق بالنظافة والتطيب والظهور باللباس الحسن والثياب الجميل، بالإضافة إلى ما تشتمل عليه من المخالفات الشرعية كالاختلاط وأنواع الرقصات وتضييع الصلوات وترويع الناس وأكل أموال الناس بالباطل واعتراض سبيل المارة واقتحام البيوت والتشبه بالنساء واليهود وتلطيخ الناس بالرماد وغير ذلك من المخالفات. وأعظم من هذا كله بعض الاعتقادات الباطلة كاعتقاد الشفاء في الضرب بكراع بالمون أو البركة في دعائهم. وقد يقول قائل إنما نفعل هذا من باب إدخال السرور على الناس، من باب الترفيه والترويح، وهذا مطلب حسن يتحقق غير هذا من الوسائل المباحة والمقبولة شرعا. وقد يقول آخر إن هذا من التراث الذي يعكس الأصالة المغربية ويبعث في النفس عبق التاريخ. وهذه كلمة جميلة رائقة، ولكن كما قلنا سابقا العيد شعيرة إسلامية ينبغي أن نحافظ عليها كما أراد الله سبحانه وتعالى، وأن لا نكدر صفوها بمثل هذه الأفعال التي تعود عليها بالفساد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تنشروا هذه المادة بين إخوانكم، ولا أقول لكم من لم ينشرها فليعلم أن الشيطان منعه، ولكن أقول لكم من علم فيها خيرا ولم ينشرها فليعلم أنه حرم نفسه من أجر الدلالة على الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. السلام عليكم.